وكان عندي ثقة كبيرة جدا ان ابو تريكة هيفوز. ويمكن انا قريت بعض العناوين او سمعت ان يعني ان انا بقول ان الكاف ظلمني، لكن بالفعل انا يمكن كان انت حزين على هذا انا كان نفسي طبعا كان نفسي في اللقب، لكن انا علمت وانا في اليابان ان الاختيار تم في اول نوفمبر، فبالتالي كان الاختيار قبل النهائي الافريقي. فبالتالي انت عارف عندهم معيارين في الاتحاد الافريقي، بطولة الامم وبطولة رابطة الأبطال، هم دول المعاييرين الموجودين عندهم. فبالتالي الاختيار لما كان تم في أول نوفمبر كان الأقرب المدرب الفرنسي اللي هو المنتخب زامبيا، وكانوا قالوا بالظبط أنا موجود وراه. لكن يمكن حتة عدم إقامة النهائي هي دي يعني كان فيها يعني عدم توفيق بالنسبه لي. لو كان التصويت بعد البطوله الافريقيه كانوا بيقولوا لي كنت انا هبقى الاقرب بشكل كبير اكيد، لكن طبعا انا يعني بقول الحمد لله وبتشرف ان انا اكون ضمن الاسماء المرشحه، وده اكيد شيء بيسعد اي مدرب. الحاجه الثانيه طبعا يعني الالقاب اللي حصدها النادي الاهلي في ظل هذه الظروف، يبقى ده بيؤكد ان النادي الاهلي بيصنع المعجزات، والنادي الاهلي قادر على التعامل وان هو يحقق في اي اجواء. ويمكن الاجواء اللي عشناها واكيد انت اسئلتك هتتطرق لاشياء كثيره جدا خاصه بهذه الاجواء. اكيد انا بقول اجواء صعبه جدا، كون ان يتحقق فيها ما تحقق ده انجاز واعجاز بيحققه منظومه النادي الاهلي ككل. وانا سمعتك قبل ما اخش هي منظومه متكامله، منظومه فعلا يعني قادره على ان هي تخوض قلعه او حجم كبير زي النادي الاهلي. وبالتالي يمكن انا اسعدني وانا في مصر يعني بعض الصحفيين والمقربين اما بيقولوا الاهلي ليت يعني مصر كلها تبقى زي الاهلي. انا طبعا بقول ان مصر اكبر من اي حاجه واكبر من النادي الاهلي واكبر من اي شيء، لكن بيسعدنا طبعا وبنبقى فخورين ان احنا بننتمي لهذه المؤسسه طبعا اللي هي بتصنع المعجزات، وان الناس بتصفها بهذا الصفه. ويمكن كان كل الشعور بالفخر والتميز والتقدير انا اول مره استشعره من خلال تواجدي في اليابان 4 مرات. المره دي كان بشكل مميز جدا يعني. اكيد الحمد لله. كونك المدير الفني والمره اللي فاتت كنت ما بين مدير كوره وما بين مدرب عام، لكن هذه المره دي تختلف كتير جدا طبعا. بالظبط. طيب كابتن